النائب صالح العرموطي، تفضل. بسم الله. اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فهذه الموازنة قهرت الرجال والنساء والأطفال والله. هذا خطاب استفزازي لدرجة مع مرتبة الشرف. أولا الوزير ابتدأ وقال لنا بتحدي واضح: عدم رفع مستوى الوعود. كأنه أنتم يا نواب شو بدكم تحكوا، مش رايح نرفع مستوى الوعود، لأنه اعتقدوا جازمين أنه الموازنة، يعتقدون جازما أنها ستمر. خطاب فيه إنشائي درجة عالية ورومانسية. وذكر الوزير قرارات تسكينية. فبقول للحكومة، كل الحكومة، لأنه حكى بلسان الحكومة، لم يبقى وصفة طبية لتسكين المواطن الأردني إلا استعملها بسبب الفقر والجوع والحرمان وخلو هذه الموازنة من أمل رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين وكل الفئات، ولم يرد فيها بل دعموا سلطة المياه ودعموا شركة الكهرباء الوطنية اللي توقعت اتفاقية مع العدو الصهيوني بمبلغ 838 مليون. هذه موازنة بالحقيقة مخيبة للآمال. شد الأحزمة، أدعو الشعب الأردني لشد الأحزمة من خلال الوعود التي وعد. بعدين كل التوصيات التي نوصي بها، وأنا أقول للجنة المالية كل التوصيات السابقة التي وصينا فيها لم تأخذ بها كل الحكومات المتعاقبة. بعدين الوزير بيقول لي مواردنا، بالله عليكم يا حكومة ويا وطن ويا كل المثقفين لا تقولوا عندنا موارد، مع أن مواردنا محدودة. عندنا طاقة شمسية، وعندنا طاقة رياح، وعندنا رصاص، وعندنا يورانيوم، وعندنا غاز الريشة، وعندنا نحاس، وعندنا بنفتش على الذهب بوادي عربة. هذا كله موجود. لا تقولوا موارد محدودة. انتوا قللتوا الموارد المحدودة. انتوا اللي وقفتوا أعطيه لزمن. وقفتوا مشاريع دعم وجود الماء مشان نمرر الاتفاقيات مع العدو الصهيوني. الناقل البحرين بيقول لي 250 مليون، 250، والاخ الدكتور نمر ساعات الاخ قال 497 جانا مساعدات. والله متناقض، كيف حتى تعطونا 250 و700 و497 في هذا الشان؟ وبعدين انا لما تقول لي وزير الماليه الان انه 64% مخصصات فوائد دين تصبح 82 مع مع الفوائد. طب أنا شو ظل لي عندي يا معالي الأخ؟ ظل عندي 18% جايين نناقش موازنة دولة أردنية بنسبة 18%. هل يعقل هذا؟ شو نقول للفقراء، للأيتام، للي الضمان الاجتماعي اللي راتبه العسكري 200 و250 دينار؟ هذا أمر الحقيقة يستدعي وقفة. يعني لو حناه على شركة متخصصة تعطينا أرقام. وبعدين التهرب الضريبي اللي بيحكوا لي عنه، مين سببه؟ واحنا سببه. عند الحكومة التهرب الضريبي. لما ذكر مدير الجمارك عدد الإيرادات التي تأتي من التهرب الضريبي والإيرادات التي تأتي للجمارك ومش واردة في الموازنة، شو عملوا فيه الحكومة السابقة؟ روحته. إذن نحن نقف وبألم شديد وتحدي واضح من الحكومة أنها لن تزيد رواتب لا متقاعدين ولا مدنيين. ولذلك لا داعي لسلطة المياه وشركة الكهرباء أن تدعم، وكما تدعم غيرها. ف18% معالي الأخ والإخوان في مجلس النواب غير كافية لتحقيق مطالبكم اليوم تحت القبة. أنا أطلب وبصوت عالي ولنحقق موقف واحد تحت القبة برد هذه لقانون الموازنة ولو لمرة واحدة، خاصة أن الحكومة قد تقدمت بالموازنة في وقت متأخر. لا هي أعطيه بس لا جواب. كلمة واحدة أجلتها آخر شهر، والآن اضطر وزير المالية يصدر أوامر شهرية بواقع 1/12. شكرا. أخ أبو عماد، هي جابتها في الحكومة التزمت في الموعد الدستوري. سعادة الباشا محمد بن ياسين.